السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، يا اهلي، يا كل حياتي، يا رب يخليكم ليا يا رب، وكونوا اهل وسند ليا طول العمر، وما تحرمش منكم ابدا 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 يا رب. صلوا على النبي يا حبايبي. النهارده سمعت فيديو برستيج، الاخت برستيج لها قناة. ان سمعت النهارده اللي هي الفيديو بتاعها وكده، بتقول انا كنت قلقانه على مدام هناء جدا جدا، وبعدين هي لاغيه الواتس وما بتردش على حد خالص. كان معاها نمره قديمه له، راحت اتصلت بها، ردت عليها فيروز قالت لها او ياسمين، قالت لها ايه، بعد ساعتين انا ايه هروح عند ماما واخليكي تكلميه. راحت بعد ساعتين رنت عليها وكلمتها برستيج وكده، قالت لها مالك يا مدام هناء وكده. قالت لها بصراحه انا اعتزلت اليوتيوب خالص، انا دلوقتي عايزه اتجه لربنا، اقرا قران، اقعد اتعبد لربنا. انا بروح دلوقتي الجامع، انا دلوقتي قاعده مع بناتي وحيواناتي وقاعده اتجه لربنا شويه الاخر، وانا هعتزل اليوتيوب خالص. الاخر ما برستيج قالت لها طب انت بصي، انت نظموا وقتك برضك، احنا مش كل حاجه يعني سبحان الله ربنا بينظم يو- وقتنا. قالت لها ادي برضك اعبدوا ربنا وروحي الجامع وكل حاجه، بس خليكي معانا وتكلمي معانا وارجعي لقناتك. قالت لها لا. انا والله اما سمعت الموضوع ده يا جماعه وسمعت برستيج، والله العظيم عيطت، والله العظيم عيطت. وبعدين افتكرت اللي انا مثلا قلت لها، حتى قلت لبرستيج في التعليقات، قلت لها بصي يا برستيج، احنا بنعمل فيديوهات، انا عن نفسي عن ام رنا، انا بعمل فيديو عن حلمية يا جماعة بيطلع 2000 ونص 3000 مشاهدة، بعمل عن مدام هناء بعمل 1000 مشاهدة، بس الالف اللي هم دول اهلي، اهل والله العظيم وسند ليا واهل ليا وبتحبوني وانا بحبكم وبتكلم معاكم وبخش على قنواتكم والله العظيم وبحبكم قوي. يعني ازاي مدام هناء تعتزل اليوتيوب؟ عايزين نقول لك يا مدام هناء انت ارجعي، ارجع بالله عليك يا مدام هناء، احنا اهلك، واحنا انت زي ما انتوا اهلي، هم احنا اهلك وسند ليكي. والله العظيم انا يمكن يا جماعه ما بخشش على العرض وما بعلقش العرض او البث والله العظيم، بس مع كل حبايب هناء، مع مدام اميمه، مع رباب، مع كله، مع مدام بيل، انا ببقى معاهم، بس انا بتكسف اعلق وما بقالش يعني كلام اقوله في التعليقات والكلام ده، بس انا ببقى معاكم وبقلبي معاكم والله العظيم. بقول لها ارجعي مدام هناء اتكلمي معانا، اعملوا روتين، حتى اشربي قهوه وانت معانا، اشربي القهوه بتاعك وانتوا معانا، ارجعي اتكلمي معانا، ارجعي اتكلمي مع متابعينك. انت استحملت كتير كتير، 6 سنين يا مدام هناء استحملت، يجي 50 قناة، 50 قناة عليك استحملتوهم، وربنا وراكم والله العظيم في قنوات ربنا ابتلاهم عشان يعني اتكلموا في حقك، ورانا فيهم يوم. انت استحملت كل ده، هتيجي بقى وما فيش الا واحدة بس، راس الافعى دي قصرية هي بس، ما عادش الا هي واحدة بس. الكرتونة ما يهمش تتكلم مهما تتكلم، القنوات التانية تتكلم مهما تتكلم، او بتتكلموا خلاص، لكن هي راس الافعى اللي هي استغفر الله العظيم سببت الاعراض هي قصرية، وربنا هيجيب لك فيها يوم والله العظيم يمهل ولا يهمل. والله يا مدام هناء ارجعي لليوتيوب، كلمينا، انتوا قويه. ده انا لما بيجي لي حاجه والله العظيم اقعد اقول مدام هناء دي قويه، يا خرا الله يكون في عونها، ده لها الجنه، ده بتاخد حسنات جدا جدا، وانت اللي بتدينا القوه والله يا مدام هناء. ما بالله عليك ارجعي لحبايبك، كلنا بنحبك بنحبك، وقلت لك كم مره اللي يقول لك قناتك وقعت واللي يقول لك مش عارفه ايه، وانت ذات نفسك قلت لو 1000 بيحبوكي بالدنيا دي كلها، وانت معاكي ما شاء الله 20 ألف بيحبوكي، حتى لو 20 حلوين حتى بيحبوك وبيبقوا معاكي، دي بالدنيا كلها والله. على الناس لو ملايين وبيتفرجوا مجرد على الفيديو خلاص. يعني انا معايا 18 ألف متابع يا جماعة، انا اما بحبوني 1000 متابع من حبايب مدام عندي في الدنيا كلها والله، دول اهل وسندي. بالله عليك يا مدام هنا، احنا بننشد كلنا والفيديو ده عاملاه اللي احنا بترجع لليوتيوب وترجع لحبايبك وترجع لاصحابك وترجع، احنا اهلك، ما يهمكيش والله ربنا بيعوضه. يعني كل الحياة كلها كده، يعني انت مثلا لاخواتك،
يا في ناس ما تشوف حلمية وزاية والكلام ده يعني، ويشوفوا قنوات كتيرة بيتحطوا في نفس مشاكلك ونفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم. ارجع لنا مدام هنا، ربنا يسعدك يا رب ويعوضك كل خير، وكلنا بنحبك بنحبك يا ملكة اليوتيوب وملكة قلوبنا كلها، يا احلى قلب وانقى قلب واطيب قلب. والله عرفت الحقيقة يا جماعة، يا خراب الست دي استحملت كتير كتير والله وعانت كتير، واستغفر الله العظيم يا رب، وجا عليها قصرية دي حسبي الله مش سايباه حتى وهي يا عيني يعني معاه ربنا مش سايباه. اللي بتقول لك امبارح انا خفيت قناتي، القناة اتقفلت، وشفت يا حبايبي وطالبين مني ما اعرفش كم دولار، وانا ما معيش اجيب منين، انا غلبانه، وبتدعي الفقر وبتقول لك قناتها كانت عليها 3000 دولار. كل القنوات اللي كانت على مدام هناء حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، وربنا ورانا فيهم يوم يا مدام هناء، ورك الفيل شايفاها ان شاء الله ربنا هياخد لك حقك من دلوقتي. عشق هتشتكيها ومش هتسيبها في حالها، عشق واخده اجراء قانوني، ولو قصريه هنا كنت انا اللي هاخد اجراء قانوني، هي هربت والله، لو في مصر كنا خدنا حقنا بالقانون وقدامنا، لكن هي هربت على فرنسا على طول. فرنسا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، عشان كده قاعده تتكلم وتسب في الاعراض ولا بيهمها، هي بس تنزل وتستقر ولا الكلام ده، لكن خلاص هي مش عايزه تنزل. دي استغفر الله العظيم يا رب، اقول لكم ايه، لها يوم يمهل ولا يهمل. دلوقتي يا جماعه ورك الفيه ربنا هيورينا فيها عشق، خدت الاجراءات القانونيه ومش هتسيبها، يا دلوقتي منزله على المنتدى وافتح البلوك وسامحينه، هي مش هتسامحها، وان شاء الله مهر هتعرف حقيقتها ان شاء الله وتترمى رميه الكلاب. الواحده اللي تسب عرض واحده، الواحده اللي كلت عيش وملح مع واحده، ده انت حتى مع دينا، احنا مثلا دينا ضد مدام هناء، بس واحده ست زيك زيها، زيك زيها، استر عليها، استر عليها، ربنا يستر عرضك ويسترك في الدنيا والاخره. مش تقول عليها ده هتضيع كل حاجه معرفش ايه، وبتقولها ايه ده ايه الكلام اللي انت قاعده تقولي ده. وبعدين هي كانت كمان بتدافع عن محمد الفارس، ده ادانته اكتر، ده ادانته وفضحته اكتر بالكلام ده، بالكلام اللي هي قالت ده انا شفت الصور ومش عارفه ايه، وايه الكلام القذر ده. انا والله العظيم انا اصلا يعني انا اصلا ما حملتش البث القذر ده اصلا، احمله ليه وعشان ايه يعني واخد ذنوب عليه ليه عشان احمله ولا لا. حسبي الله، وهياخدوا اجراءات قانونيه عليه، ولو قصريه جيت هتاخد اجراءات قانونيه لو قاعده في مصر. انا عملت البلاغ، بس البلاغ بيقول لكم مش هيعمل اي حاجه، وهي مش موجوده وهربانه خارج مصر، مش هيعمل حاجه البلاغ اصلا اللي انا خدته عليها. ولا احنا عملنا بلاغات قاعده تقول بلغوا عن قناته استغفر الله على رباب امها، ده انت اللي عايز تبلغ عنك حسبي، بس في اكتر من كده، في ربنا يمهل ولا يهمل، ليك اخذة عزيز مقتدر يا حولة ان شاء الله ان شاء الله. كرهت الست في اليوتيوب وكرهتها، ايه ده حسبي، وانت اللي خربت بيتها، وانت اللي عملت فيها كل ده، انت يا حولة اللي عملت فيها كل ده حسبي، والمعاهم المتابعين بتوعها دول والله العظيم هيتحاسبوا، ما عندهمش ملة ولا دين ولا ضمير اللي شجعوكوا على كده، اللي بتقولوا قناتي على رأي نونا العسل. نونا العسل، نونا دي بموت فيك يا نونا، انت كمان قناة نونا والله العظيم نونا عسل. قالت لك طب احنا ما هي مقفولة، احنا بناخد المقاطع القديمة دي منين اصلا، احنا بناخدها منين، ما خدنا مقطع فاروق ومقطع ده منين يا كذابة يا نصابة اللي بتحلفي كذبه، وقاعدة انت اللي بتشحتي وتتسولي. حسبي الله ونعم الوكيل عليكي، كانوا خافينة وآزر كده، وفيها كمان 3000 دولار، زي ما هي البت كل يوم حكايه ما قعدت تصوت من سب مدام هناء برضك، ولقانا فلوس هيجي 3000، ودي 3000 دولار، وده ايه دي،
ربنا ما يبارك لكم، ربنا ما يبارك لكم في الفلوس دي يا رب، ويطلع عليكم بلا واسد يا رب. وكل اللي يجيب في سيره ست مدام هناء نطلع عليها. ايه ده؟ حرام عليكم، سيبوها في حالها بقى. وانا عايزاك اقول لهم يا جماعه كلكم في التعليقات قولوا لها بس ترجع لنا وترجع لليوتيوب. والله وحشتنا قوي 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 قوي، وحشتنا، واليوتيوب مضلم من غيرها. والله كفايه اللي هي كلامها العسل ده بيضحكنا، دمها الشربات، قلبها الابيض اللي بتفضفض لنا. انا بحس مدام هناء دي زي بالظبط في قلبها، والله العظيم اللي على قلبها على لسانها. ربنا يحفظها ويعوضها خير يا رب. وما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك عشان يوصل لمدام هناء، وعلقوا كده وقولوا لها ما ارجعي يا مدام هناء، ارجعي لليوتيوب، احنا بنحبك.